هنعمل مع بعض النهارده اكله سهله وسريعه، بعملها لما اكون جايه مستعجله او محتاره اجهز غدا ايه، وما بتاخدش وقت خالص وكلها بتتجهز في حله واحده. وصفه خطيره وطعم الصوص جنان. وقبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على حبيبنا شفينا رسول الله محمد، ولا نبدا نشوف. واول حاجه معايا طاسه على النار، حطيت فيها معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. استبدلي السمنه بمكعب من الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل ببصلايه كبيره مقطوعه اشوحها كده. وانا بشوح البصلايه هنزل بحوالي 5-6 فصوص من الثوم على البصله، وانزل بحبايه كبيره من الطماطم. وطبعا ما بتفرقش التقطيع، تقطعها مكعبات تقطعها شرايح طوليه اللي انت حباه. ونزلت عليهم بقرن من الفلفل، ممكن يبقى سبايسي او عادي. وانزل بمعلقه كبيره من المرقه الفوريه، اشوحهم كلهم مع بعض كويس واسيبهم على النار كده حوالي 3 دقايق. وكده معايا الخضار بعد ما شوحته على نار هاديه. اهم حاجه ان النار تبقى هاديه معاكي عشان ما يتحرقش. هنا معايا الخضار بعد ما شلته من على النار في الكبه او في الخلاط، هنزل بيه بسم الله. وهنزل على الخضار بكوبايه من الحليب او ممكن كوبايه من الميه بسم الله، واضرب الخضار ده لحد ما ينعم معايا خالص. وهنا في نفس الطاسه زودت معلقه من السمنه، وهنزل بالزيت فراخ مقطعه شرايح طوليه بالشكل ده، شوحها بالشكل ده على نار عاليه. وكده بعد ما الفراخ اتشوحت معايا هنزل بحبيتين من البطاطس بسم الله واشوحهم مع الفراخ. وممكن تزودي كميه البطاطس او تقلليها عن كده اللي انت حباه، ممكن كمان تضيفي معاها مشروم. ودلوقتي هضيف البهارات. معايا نص معلقه من فلفل اسود، نص معلقه من سبع بهارات والملح، ولو موجود بابريكا هضيفي نص معلقه صغيره. شوحهم كلهم مع بعض كده. بعد ما شوحت الفراخ مع البطاطس مع البهارات هضيف خليط الخضار اللي انا عاملاه في الاول بسم الله. الوقت ده بعد ما ضفت الخضار هضيف كوبايه من الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تستبدليها بكوبايه من الحليب ومعاهم مكعب من الزبده، واقلبهم كده مع بعض كويس واغطي عليهم واسيبهم لحد ما البطاطس والفراخ تستوي. ودلوقتي انا سايبه الفراخ والبطاطس تستوي، نجهز مع بعض الرز. معايا حله حطيت فيها 3 معالق من الزيت، وهنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم بكوبايه من الشعريه. وممكن طبعا تعمليه رز ابيض من غير الشعريه، واحمر الشعريه ونرجع نشوفها مع بعض. وكده بعد ما الشعريه اتحمرت معايا هنزل بكوبايه من الرز مغسول. هعمل الرز المصري العادي، اشوح الرز مع الشعريه عن كميه الشعريه بالنسبه للرز اللي انت حباه. يعني انت ممكن تحطي كوبايه لكوبايه او نص كوبايه لكوبايه. هشوحه كده اضيف الملح. اهم حاجه ان انت تشوحي الرز كويس. بعد ما شوحت الرز بسم الله الرحمن الرحيم هضيف الميه. حاجه ان تكون الميه مغليه. وبعد ما حطيت الميه هغطي عليه واسيبه يتشرب. بعد ما يتشرب هوطي خالص واسيبه يكمل سواه. وخلاص هنا بعد ما الفراخ استوت هضيف لها شويه من الجبن، اي جبن انت حابه تضيفيها تسيح كده جوه الصوص وتدي معاكي طعم خطير. وكده خلاص وصفتنا بقت جاهزه خطري، وهنقدمها مع بعض ان شاء الله. وكده خلاص وصفتنا بعد ما جهزت هنقدمها مع بعض. وده الرز اللي عاملينه مع بعض. نحط شويه من الفراخ بالصوص. شايفين ما شاء الله شكل الصوص ولا طعمه في حته تانية خالص. الاكله دي تعمليها لما تكوني جايه مستعجله، ما بتاخدش وقت خالص وفي حله واحده، وبتكون جاهزه معاكي في اقل من ربع ساعه. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لها متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.